هذه إذاعة إرنا. متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 13 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضلين، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم الحلقة الثانية من برنامج فنجان جبنة في ضيافة الأستاذ إبراهيم حالي من مدينة أغردات. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. كينيا تطلب وساطة إثيوبيا بينها وبين الصومال. فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق في محاولة اغتيال عبد الله حمدوك. الصين تعلن عن قدرتها على التحكم على فيروس كورونا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. في زيارة التقى فيها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، طلب وزير الداخلية الكيني فريد ماتنجي وساطة إثيوبيا في النزاع الدائر على الحدود الصومالية الكينية. وقال وزير الداخلية الكيني أن تصرفات الحكومة الصومالية أصبحت تهدد أمن واستقرار كينيا بشكل كبير، وطلبت بلاده بصفته مبعوث شخصي من الرئيس الكيني من رئيس الوزراء الإثيوبي فتح قنوات للحوار والتشاور مع الحكومة الصومالية. وجاءت تصريحات الوزير الكيني عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا. الجدير بالذكر بأن الوزير كان قد التقى بالرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو. وكانت نيروبي قد أنذرت مقديشو من تدخل قواتها المسلحة في منطقة مانديرا الحدودية، حيث كانت القوات الصومالية تطارد أحد زعماء إقليم جوبالاند الحدودي عندما عبرت الحدود إلى كينيا. أعلنت وزارة الداخلية السودانية يوم الثلاثاء الماضي بأن فريقا أمنيا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيشارك في التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين الماضي. وذكرت وزارة الداخلية السودانية في تدوينة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن الفريق مكون من 3 خبراء أمنيين، وأنه يصل الخرطوم بتنسيق من وزارة الداخلية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي استجابة لقرارات مجلس الدفاع والأمن. وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر التحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين في المحاولة وتقديمهم للعدالة. وقال مارشيل دونيليزي مساعد وزير الخزانة الأمريكي خلال لقائه مع وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر أنه سيتم التعاون مع السودان بدفع خبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم على رئيس الوزراء. أعلن الرئيس الصيني أن بلاده استطاعت عمليا التحكم على وباء فيروس كورونا، وجاء هذا التصريح بعد زيارته لمدينة ووهان مصدر الوباء، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة. وأكدت السلطات الصينية بأنها سمحت للشركات ذات الخدمات الحيوية من ممارسة أعمالها بصورة عادية، خاصة شركات تزويد الكهرباء والماء والمتاجر. إلى ذلك أصاب ألمانيا حالة هجوم بعد تصريح المستشارة أنجيلا ميركل بأن حوالي 60 إلى 70% من الشعب الألماني يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، وأن على الجميع أخذ الحيطة والحذر. وجاءت كلمتها أمام البرلمان الألماني البوندستاغ، وقالت بأن إقامة مباريات كرة القدم في ملاعب خالية المدرجات ليس أسوأ ما يمكن أن يصيب هذه البلاد، في رد على حالة الاستياء من إقامة مباريات الدوري الألماني بدون جمهور بسبب المخاوف من انتشار العدوى. بهذا الخبر من ألمانيا، مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. كينيا تطلب وساطة إثيوبيا بينها وبين الصومال. فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق في محاولة اغتيال عبد الله حمدوك. الصين تعلن عن قدرتها على التحكم في فيروس كورونا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من فنجان جبنتنا اللي بدأنا نشربه في أغردات، واليوم أيضا حنكمله مع الأخ إبراهيم محمد صالح حالي. توقفنا في الجزء الأول من فنجان جبنتنا في مدينة أغردات في السوق المركزي للمدينة ونشاط الاقتصادي، وتحدثنا عن جامع الأرواح الاسم المعروف وسر هذه التسمية، النشاط الاقتصادي لسكان أغردات وما أضافته للاقتصاد الإريتري في السنوات الماضية وحتى الآن. نواصل معك ونرحب بك أستاذ إبراهيم حالي في فنجان جبنتنا من مدينة أغردات. أهلا ومرحب بك. أهلا ومرحب بكم، أهلا وسهلا، وشكرا لراديو إرينا مجددا. واحدة من الأشياء اللي أحب أقولها من معالم أغردات المعمارية، إنه أغردات يوجد فيها أجمل جامع وأكبر جامع على مستوى أعتقد شمال وشرق إفريقيا. فرغم إنه بنى في زمن هيلة سلاسي، أعتقد إنه تبنى في زمن هيلة سلاسي، إلا إنه هذا الجامع رائع بشكل تحفة معمارية يعني. تمام. ورغم إنه زي ما ذكر الأستاذ فتحي إنه المدينة مدينة جوها حار جدا، إلا داخل هذا الجامع تحس إنك أنت موجود في مكان مكيف، نظام التهوية فيه عالي. المعمار الثاني اللي هو المستشفى، برضو بنى في زمن هيلة سلاسي في تلة عالية جدا. فالمستشفى لما تشوفه من بعيد وبالذات بالليل هو أشبه بالسفينة أو المركب اللي في البحر، فجميل جدا برضو. إضافة لأنه هناك مباني خلفوها الأتراك لما كانوا مستعمرين إريتريا، الإيطاليين، ففيه تحف معمارية كثيرة جدا. هذه إذاعة إرينا. واحد أيضا من معالم أغردات اللي هو مبنى الإدارة، اللي كان في مرة من المرات هو إدارة إقليم القاش بركة، وبعدين أصبح طبعا إدارة المدينة نفسها. حدثنا عن هذا المبنى. هذا المبنى هو مباني تركية، مخلفات المباني التركية، نفس الميزة اللي بيتميز بها المسجد في تهويته موجودة في المبنى هذا. قل ما يوجد مباني زي هذه عاشت طيلة هذه الفترة، ما موجودة، تعتبر تحفة معمارية في أغردات. طيب هذه أغردات التي يعني عرفتها أنت ونشأت فيها وعديت فيها أطوار من حياتك، بالنظر إلى مدينة أغردات حاليا، تاريخها الثوري، مساهماتها الاقتصادية، عاوزين نسألك، هل أنصفت الحكومة الإريترية مدينة أغردات تاريخا واقتصادا واهتماما وتنمية في الفترة من بعد التحرير إلى الآن؟ يعني الملاحظ أنه أرجو أن يكون ما أعرف انطباعي خاطئ، لكن أن هذه المدينة تكاد تكون مهملة، مع أن إريتريا كلها تدمرت في خلال 30 سنة من حكم الدكتاتورية والقمع، لكن ماذا كان نصيب أغردات في رأيك؟ أغردات لا تختلف من المدن الإريترية الأخرى وعلى رأسهم أسمرة، إلا أنه نصيبها من الظلم والتهميش كان أكبر. فأغردات بحكم أنها كانت عاصمة إقليم بركة، وبعد النظام الإداري الجديد الذي عمله النظام حول العاصمة إلى بارونتو، فبالتالي حركتها قلت واقتصاديا اتدمرت، حتى زراعتها أو اعتمادها على زراعة الموز كانت منتجاتها تمشي لدول الجوار. الحرب الأخيرة أثرت فيها، تحديدا إثيوبيا، فبقى الإنتاج كله يصدر إلى أسمرة، وأسمرة كانت أقل من إمكانيات الإنتاج اللي كانت تصدرها أغردات لأسمرة. أما بشكل ما بعرف، بشكل عمدا الحكومة أجحفت في حقها الكثير وفي حق أبنائها وفي تاريخها وكذا. فأغردات
ليس هذا دورها وليس هذا تاريخها وليس أشبه بها، لكن الحال من بعضه فإريتريا كلها لم تسلم من هذا، حتى موانينا عصب مصوع أسمر نفسها تمام وصلت لمراحل يرسى لها يعني. فأسمر تتمنى اليوم أن تعود لما كانت عليه يوم 24/5/1991. والله المؤسف يعني دوما انه الناس تطلع الى الماضي اكثر مما تطلع الى المستقبل. مشكلتنا دوما اصبحت في دولنا انه نحن ماضينا يكون اجمل من مستقبلنا يعني، والناس تنظر الى الماضي بحنين وانه يا اخي الماضي كان اجمل. يعني هذه مفارقة عجيبة، ومفارقة رغم انها عجيبة مؤلمة. يعني المفروض ما نحلم بالماضي، المفروض نحلم بالمستقبل وحاضرنا يكون أجمل يعني. لكن هذه يعني واحدة من كوارث الحكم والثقافة السياسية في بلداننا والاستبداد يعني، ونحن كلنا ضحايا الاستبداد، سواء كنا مدن أو بشر أو يعني تجمعات ومجتمع، كلنا ضحايا لهذه العملية. وهذا يستدعينا أكثر أنه نحن نحاول نوظف مقاومتنا من أجل حياة أجمل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل مع فنجان جبنة في مدينة أغردات، زاهرة إقليم القاش بركة. هذه المدينة العريقة، معنا ابنها إبراهيم محمد صالح علي عفوا. هذه المدينة يعني عندما نتكلم عنها يجب أن نكون أيضا منصفين. أغردات ليست المدينة والمركز، يعني أغردات تشتهر أيضا بأن هناك في غرة ملحقة بها، مرتبطة بها عدة غرة. من هذه الغرة مثلا سيدنا مصطفى وإنقرني تكراريت. طيب ممكن تحدثنا عن هذه الغرة ارتباطها بأغردات؟ هل الناس بتمشي تطلع من الغرة الصباح تصل المدينة وترجع؟ غرية عاد سيدنا مصطفى شيخ غرية هذه الغرية غرية عاد سيدنا مصطفى، أعتقد أنه فيها مزار يعني ضريح الشيخ. اذكر لنا يعني سمات هذه الغرة وارتباطها بأغردات، لأنه نحن عندما نتحدث عن أغردات نتحدث عن محيطها أيضا. طيب قرية عاد سيدنا مصطفى هي مزار، فالناس كل فترة والتانية بيزوروها. أنا شخصيا زرتها مرة واحدة. أما باقي القرى ارتباطها بأغردات هي المركز. فزي مثلا الآن نحن في باريس، ففي من يسكن ضواحي باريس في الغرة هيعمل في باريس ويرجع لقريته آخر النهار. فضواحي أغردات كانت كذا يعني، مكوليش، السيدنا مصطفى، تكراريت، ضواحيها كلهم بيجوا يعملوا في المركز، إذا كان على مستوى في السوق أو في المزارع الزراعية. فارتباطهم بأغردات هي مركزهم، فما يعدي يوم إلا واحد يكون زار فيهم أغردات، إذا كان بشكل زيارة أو يربطوا بها عمل ما. طيب هكذا نحن يعني نتجول في أغردات وفي أطرافها في فنجان جبنتنا هذا من مدينة أغردات. نتحدث عن نقطة مهمة. ما هي الهوية الخاصة لأغردات؟ يعني ما يميز أغردات عن كرن، ما يميزها مثلا عن بارنتو؟ نحن نعتبر أنه كل مدينة لها يعني طابعها الخاص، فما الذي يميز أغردات وسكانها مثلا عن سائر المدن الإريترية؟ هذه إذاعة إرينا. طيب دي واحدة من الحاجات أنا أعتز بها وأقف عندها دائما، هي هوية أغردات. أبناء أغردات إذا كانوا على مدى التاريخ أو جيل ما بعد التحرير هم متمسكين بهويتهم الأغرداتية، متجاوزين لكل انتماءاتهم العرقية والطائفية والإثنية، فهي نموذج لإريتريا مسقرة. فلما أقول كده إنها تحوي يعني كل الطوائف الإريترية أو الطائفتين الإريتريتين، زايد كل القبائل، العراق، الانتماءات كلها موجودة، إضافة للسودانيين، زايد الأمحرة وحتى التقارو.
أصبحوا جزء لا يتجزأ من سكانها، فخلقت هوية خاصة بها. وليس هذا، هي ما تختلف كثير عن المدن الإريترية الأخرى، لكن هؤلاء سكان غردات يتعاملوا مع بعضهم وكأنهم أسرة واحدة. وحتى اليوم أنا الآن مثلا أعرف في ألمانيا، في مدينة هامبورغ في تجمع أبناء غردات، لما تمسكوا من الناحية الطائفية والعرقية والقبلية وكده إنهم مختلفين تماما. إما إنه عندهم التجمع ده وكله أعتقد كل أسبوعين أو شهر عندهم تجمع بيتجمعوا فيه كأبناء غردات. بالعكس حتى يتواصلوا مع من هو خارج ألمانيا، يعني بالعكس يكون في زيارات من السويد من بريطانيا وكده يتجمعوا، مع إنهم جيل شباب صغار جدا اللي هم ما اتولدوا إما ما قبل التحرير بسنة أو سنتين أو ما بعد التحرير، شباب صغار جدا. فهذا التمسك أنا يعجبني جدا. فيا ليت إنه كل الإريتريين يستمدوا الوحدة بتاعت الهوية الغرداتية، وإنها تعمم في إريتريا لنخلص من هذا البلاء. طيب، على ذكر هوية غردات، يعني من المعروف طبعا في أغلبية المدن الإريترية إنه فيها التجار اليمنيين، سواء كان في أسمرة أو كرن أو مندفرة، يعني معروفين، وبالذات الحضارمة، يعني هؤلاء يعني أصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي في إريتريا. كان هناك في أسمرة مثلا الهنود برضو. في غردات ذكرت إنه السودانيين، عاوزين نشوف الارتباط السوداني بغردات. يعني غردات في فترة من الفترات تاريخيا كانت محط الهجمات للحركة المهدية. يعني الكلام ده في 1800 ونهاية القرن التاسع عشر، يعني كانت في موجات هجمات من قبل المهدية تصدوا لها الإيطاليين، وحتى وصلت يعني غردات وأطراف غردات، وكانت في مقاومة محلية وإيطالية لهجمات المهدية. السودانيين ارتباطهم بغردات، هل يعني في بعض المدن كتسني كان الإسهام لبعض السودانيين في استجلاب مهارات زراعية ومحاصيل زراعية وخبرات زراعية؟ ما طبيعة ارتباط غردات مثلا بالثقافة السودانية أو بسودانيين عاشوا فيها وعطوها يعني واحد من ملمحها زي ما ذكرت انت؟ طيب، أعتقد أنه هجمات المهدية في ذاك الزمن اللي صدروها الإيطاليين وغردات، في منهم كانوا أسرى عاشوا في غردات بعدها، وبعدها كان في حي يسمى حتى في كرم موجود حلة سودان، كونوا هذا الحي. أما ما جاءوا مثلا من السودان لاحقا كان ارتباطهم لنفس السبب اللي جاءوا في تسني، هو الزراعة وإمكانياتهم في الزراعة وكذا. وأذكر منهم مثلا أسرة الطيب حاج بابكر لا زال متمسك بهويته الأغرداتية. صدف إنه أنا قابلته في الخرطوم في السوق العربي يوم من الأيام، فبقول له حاجة طيب، سلمت عليه وقول له جيت 200، قال لي جيت قبل أسبوع من غردات. خلاص خليتها غردات، جاي تستقر هنا؟ قال لي لا 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 لا، في السودان ما أقدر أعيش أكتر من أسبوع، فلازم أرجع غردات. فعلا عاد لغردات. بعد كده كان في جاليات تانية برضو. اليوم أنا زي ما ذكر ما هي جاليات بقدر ما كانوا مواطنين أو جزء أصيل من أبناء المدينة، أسرة باع خشب. فأذكر ديل تقريبا. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تتابعون حلقتنا اليوم في فنجان جبنة من مدينة غردات بصحبة إبراهيم محمد صالح حالي، ابن من أبناء غردات، ويعني ارتبط بها تاريخا ومولد ونشأة وهوى أيضا. في مواصلتنا لسرد طبيعة أهلنا في مدينة غردات وتناولهم للجبنة ونستهم حول الجبنة، يلاحظ أنه أبناء غردات يعني في الشرق الأوسط كما ذكرت في ألمانيا، في مناطق أخرى يعني دائما، وهذه سمة أيضا تجمع أبناء كرن، يعني عادة أن هم بيكونوا دائما في تجمعات. يعني
لاحظت يعني في مرة من المرات تجمع لأبناء غردات في مجموعة كما ذكرت أنت يعني من المسيحيين التجرينية، وهم يعتبروا نفسهم أبناء غردات ويتكلموا التجري بصورة يعني جميلة جدا، وما يميزهم عن بعض يعني عن بعض عن سكان غردات الآخرين إلا الاسم مثلا أو أنك أنت تدخل معه في تفاصيل. يعني هذه يعني طبيعة التمازج والتداخل هو مكسب، يعني هو يعني ثروة الناس يمكن تبني عليها. يعني هذا شيء يعني مثير للانتباه، بالذات لمن نشأوا في خارج إريتريا لا يعرفوا هذه الحقيقة. يعني أنا أذكر أنه في مرة من المرات التقيت بأحد الأخوان يعني وهو يرتدي جلابية يعني وكذا يعني، فالأخ يعني هو مسيحي متربي ومولود في مدينة غردات، لكن لا يميز عن سائر سكان غردات أي شيء، يعني بالعكس يعني مندمج معهم بشكل لا يميز عنهم. هذا التمازج هذا التداخل يعني طبيعي، يكاد يكون انسجام تداخل طبيعي، ما فيه حساسيات، ما في مرجعيات، ما في يعني كل الأمراض اللي يعاني منها ممكن بعض القطاعات تبع المجتمع الإريتري الآن في الخارج. فما التجربة اللي ممكن تقدمها غردات لكل إريتريا كنموذج مسخر في التعايش والتآلف. يعني هذه إذاعة إرنا. حقيقة النقطة دي ما تحدثنا فيها ما حنو فيها حقها. زي ما ذكرت أحد الأخوة التجرينيا إنه كان لابس جلابية. عندنا أذكر صديقنا من أبناء غردات اسمه طعماء الرأية. طعماء الرأية راجل لطيف جدا، طعماء حتى من طول ما لبس في حياته، يلبس جلابية، هو صاحب جاردين تمام. لما تتكلم معه وتسلم عليه يرد لك بنفس اللهجة الغرداتاوية. طعمك هو لك يقول لك ما شاء الله ما شاء الله بكايت لنا يعني. فطعمه ما تعرف انه هو طعمه وهو جالس مع الناس الا الاذان يأذن والناس تمشي للمسجد ويفضل طعمه. حتى ابنائه في البيت يتكلم معهم بالتقرايت تمام. وهذا مثال وكثار جدا اشباه امثال طعمه. فالمدينه كل من يعيش فيها وكل من عاش فيها ينصهر في الهويه الغرداتيه، مش هو يستلب، لا ينصهر في الهويه الغرداتيه لانها عندها هويه مميزه تمام. فأتمنى إنه التماسك هذا يستمر زي ما هو مستمر. قلت لك جيل ما بعد التحرير برضو لا زال متماسك، لا يفرق بينه لا دين لا عرق لا قبيلة لا إقليم لا غيره، كلهم أبناء غردات تمام. ما نحب إنه نذكرهم من أبناء غردات المبدعين جدا عبد الحكيم أري. عبد الحكيم أري واحد من أبناء غردات من أولاد النارة، فهو معلوم لدى الناس، موسيقار عازف مبدع، اشتغل مع رد الله غربته مع الأستاذ إدريس محمد علي تمام. فده واحد من أولاد أبناء غردات البررة. فعلا يعني اليوم سعدنا معكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل بتناول فنجان قهوتنا أو فنجان جبنتنا في مدينة غردات بصحبة إبراهيم حالي. تناولنا غردات، غراها، اقتصادها، حياتها الاجتماعية، تاريخها، مقاومتها ونضالها قبل الثورة، في فترة النضال المسلح وبعد ذلك. تاريخ مشرف، تاريخ أنجب الكثير من الأبناء والبنات اللي يصبحوا قلادة يعني أو ترصع جبين إريتريا أو ترصع جيد إريتريا. هذا تاريخ مشرف، يسعدنا أنه نحن نكون جزء منه، وباستضافتنا لأحد أبناء مدينة غردات معنا في باريس، على أمل أن نلتقي بكم في مدينة أخرى من مدن إريتريا نتناول فيها فنجان جبنة، نتناول تاريخها ومؤثراتها، ونتيح الفرصة مرة أخيرة لإبراهيم حالي لتوديعكم وشكركم مسامعينا لمتابعتكم في فنجان قهوتنا لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أشكر إذاعة إرينا على هذه الاستضافة وبالخصوص الأستاذ فتح عثمان
وأنا سعيد جدا اليوم أنه أتحدث عن هذه المدينة التاريخية الصامدة التي قدمت الكثير والكثير. وأنا خجل جدا أنه ليس بمستوى من يسرد تاريخ غردات ونضالاتها وصمودها، وأنا أقل من ذلك، لكن ما علي إلا أن أقول ما أعرفه، وأتمنى أنه يأتي اليوم الذي يتحدث فيها أبنائها الذين عاشوا فيها حياتهم بكل تفاصيلها. وشكرا جزيلا. أخيرا نحن نعتبر هذه يعني دعوة متواضعة يعني من إبراهيم حالي، بالعكس هو شرفنا في هذا الفنجان وأفادنا إفادة بالغة، ونتمنى أنه الدعوة هذه تكون موجهة ويسمعوها كل أبناء وبنات غردات، وأيضا يكون عندنا فرصة نتناول فنجان جبنتنا مع أسرة من أسر مدينة غردات العريقة. وحتى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات ضيفي إبراهيم حالي وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. كينيا تطلب وساطة إثيوبية بينها وبين الصومال. في زيارة التقى فيها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، طلب وزير الداخلية الكيني فريد ماتينغي وساطة إثيوبية في النزاع الدائر على الحدود الصومالية الكينية. وقال وزير الداخلية الكيني أن تصرفات الحكومة الصومالية أصبحت تهدد أمن واستقرار كينيا بشكل كبير، وطلبت بلاده بصفته مبعوث شخصي من الرئيس الكيني من رئيس الوزراء الإثيوبي فتح قنوات للحوار والتشاور مع الحكومة الصومالية. فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق في محاولة اغتيال عبد الله حمدوك. أعلنت وزارة الداخلية السودانية يوم الثلاثاء الماضي بأن فريقا أمنيا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيشارك في التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين الماضي. الصين تعلن عن قدرتها على السيطرة على فيروس كورونا. أعلن الرئيس الصيني أن بلاده استطاعت عمليا التحكم على وباء فيروس كورونا، وجاء هذا التصريح بعد زيارته لمدينة ووهان مصدر أعلن الرئيس الصيني أن بلاده استطاعت عمليا التحكم على وباء فيروس كورونا، وجاء هذا التصريح بعد زيارته لمدينة ووهان مصدر الوباء، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة. وأكدت السلطات الصينية بأنها سمحت للشركات ذات الخدمات الحيوية من ممارسة أعمالها بصورة عادية، خاصة شركات تزويد الكهرباء والماء، إضافة إلى المتاجر. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، آملين أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا وطيبا. وقبل الختام أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في برنامج فنجان جبنة والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.